عايز تاخذ جوله في الصين 2025 وتعرف شنو الحاصل في الصين مع شرح مختصر لاغلب التراكات اللي نزلت. نبدا مشوارنا بعد ما حليم نشر تلاق مولوتوف قبل رمضان ب3 ايام، جلد به كم رابر تيك توكر ومقدمين البودكاست. يا زول ما بسمع لي حليم، يا زول انا ما بسمع له. التراك كان دس على صلقه شخصيا واستخدم معه احد اساليب الهجاء الفاحش نيجا. شافوا حليم قدام اللي يلاقوا يكتب له دساه ودسه كل الناس اللي حوله. استخدم اسلوب الحصر للتحقير وقال له انت اغلط جيب اسمي، زي تضرب زول وتقول له لو راجل عايل له اغلط انت جيب اسمي. في التراك ده قصه كل عواطف اللي بتجي في غرض الهجاء. صلجه كان في حاله ما يتحسد عليها، دخل في سبات شتوي طوله 4 شهر، كان بيراجع دفاتره. انا عملت للشام شنو نيجا. ومن هنا هنشوف موجة اغاني مختلفه في السين السوداني. صلوا على الحبيب وخلونا نكمل الفيديو بعد الانترو يا برو. أمين مولوتوف الحرب بتاعتهم بقت أشبه بالترند أو الترند حرفيا. كل الشعب السوداني منتظر رد صلقة لما ظهر كم تيك توكر بيحاولوا يردوا على حليم. المشكلة في واحدين فانزات حليم بيحاولوا يردوا على حليم بغرض الشهرة. مصاص اللايكات خلال ال4 شهور كم رابرز نزلوا عدة ألبومات في الفترة دي. ألبوم إيش عليك لعزوز، وزول ساكن لتقيل، ونوباتي لهايبر، لسه في الراس في زحمة ما فارقة معاي لو داير تمشي. والتشرد لحليم براو. وفي كم سنجلات نزلت مره رهيبه ما عندها علاقه بحرب السين لكنها الضابطه حرفيا. وبعد 3 شهور الناس دي بدات تميل من السكون الحاصل في السين السوداني. في زعموا انه صلقه اعتزل الراب، كانت من أسوأ المراحل نفسيا علي. وفي اللي قالوا ما فهم التراك ليه هسه، وفي النهايه تبقى دي مجرد اشاعات ساوي نظر مختلف. في فتره 3 شهور من زاويه غياظ الاغا نزل البوم مصغر فيه 4 تراكات على مازن، تقريبا من بينهم اغنيه بوه اللي هي اوهم اغنيه في الزمن ده. شفت الاغنيه دي عرفت انه غياظ الاغا فقد الشغف بتاعه وبقى بيت نظري طبعا وانا حر. تكون نزل كم تراك هادئ كنت فعلا تستاهلي، وهو اصلا ما عنده علاقه بالمشاكل الحاصله في السن، كانه في عالم براو بغض النظر عن انه صاحب حليم ريسبيك يعني. ومن زاويه هو بعمل معجزه في عالم السين، نزل 4 تراكات في اقل من 3 اسبوع. التراك استعراض سلاح، ايف، ميس هيب هوب ومستر هيب هوب. فيه بالمره تحس كانه بيحكي لك عن علاقته مع بنت حلوه وكيف انفصل منها وكيف اعتزل اي شيء وبقى رابر. من الزمن ذاك اعلنت عني واحد من فانزات. ومن زاويه كل نزل تراكين سوا مالك وبيجا، كانوا جامدات حرفيا. وفي فيتشرات كثيره نزلت زي ميكافيل والعيد اللي جاب الناس وحاجات كثيره مره. وصلقه نزل تراك تفيك. انا صراحه الزمن ده قلت شكله حليم فكان منه. الزمن ده حليم عمل معجزه في السعوديه حرفيا. في حفله جوازك للعالم عدد الحضور كان ما 15,000 ولا 40,000 ولا 60,000. عدد مبيعات التذاكر كان 90,000، لكن عدد الحضور فوق ال 90,000. حرفيا حليم ورا العالم انه فنان بمعنى الكلمه. غنى فيها كل تراكاته تقريبا، حتى تراك حنك بيش مع دافنشي، لكنه رفض يمسح بكرامه صلقه الارض ويغني مولوتوف ريسبيك يعني. ودارت مدور الايام والتراكات الكثيره بتنزل لما جاء موعد رد صلقه.